برعاية مجموعة صنادل حلومة. حلومة صندالة الأجيال. صندل يصندل صندلة، أي العقوبة الجزيمة. ويقال صندل فلان فلانا، أي خلا منزل أباه عصا. يعرف هذا الصنف بين المغاربة بالصندالة الحالمة أو الحلومة، لتضلعها في علوم الركل والقريض. ويطلق عليها البعض اسم الواثبة، أي الحنيقزة بدارجتنا، لمرونتها العالية وقدرتها الفائقة على القفز. أخذ حرف الصاد من الحالة، فمزج بين قوة القضاص وسرعة البيكالا لتنبثق أسطورة الصندالة. نعم، إنها المكوية الخالدة. بها يبيض الإنسان وبها تقرقب العارضة. شكل هندسي متقن يلائم القراعة كيفما كانت فورمتها. بزيم حديدي على هيئة نشبة للفئران هو دلالة كافية على تشرمل هذا النوع الخطير من الحذائيات. يتبجله حزام المقاسات، وهو تقنية هائلة تستعمل في عمليات التثبيت وشد العبار. للبس الحلومة شروط محددة، فهي تلبس مع مجر من التقاشر المتفاردة يتربع فوقها ملك الجوارب، إنه اللبا. ظهرت معها قبائل الكرويين، لتختفي في صمت تاركة لنا الكرة. وهناك صنف آخر ماكر من الصرفوقيات، إنها زرقاء اليمامة التي لا تنفع معها ندامة، فهي المزلقة في المراح أو الحمامة. وهي أيضا الصنف المفضل لدى الأطفال إبان لعبة البي. فثقب واحد يجعلك أغنى الأطفال بيا في حيك، كما أنها تتحول إلى مجداف هوائي حان وقوع شجار أو مطاردة مفاجئة. غالبا ما تقطع قنوفة هذا الكائن المشنون في أماكن الوضوء بالمساجد، فهذا يجعلها صرفاقة مجدة مركزة على عملها. إلى هنا انتهت حلقتنا. تابعونا على قناة ودعمونا فقط بنشر لفيديوهاتنا. شكرا على متابعتكم. رجلي عمرها بالشوك نهار السوق نشري صندالة. رجلي عمرها بالشوك نهار السوق نشري صندالة. رجلي عمرها بالشوك نهار السوق نشري صندالة.